هاي هاكرز، عاملين ايه يا شباب؟ فترة فاينل، فترة صعبة. كل فيديو هقول لك الكلام ده لغاية لما انا اخلص امتحانات اللي ما بتخلص دي، والله العظيم طالع عيني. وحشتوني والله يا رجالة. السلام عليكم. اولا هنحل دلوقتي اللاب الجميل بتاعنا. تمام، احنا من يومين 3 4 5 حلينا لابين 3، حلينا 3 لابات، والنهارده هنحل لابين وعندك لاب واجب. اللاب دوت حله انت، لان أنا مش هحل لك كل حاجه. يعني فاهم الفكره؟ النهارده هنحل اللاب ده واللاب ده النهارده، فاهمني؟ وهننزله النهارده باذن الله. ربنا يوفقكم يا شباب. فتعالوا نبتدي خطوه بخطوه. تعالوا اول حاجه ناخد اللاب على كالي لينكس، عشان احنا محتاجين ايه؟ محتاجين بيرب سويتس. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اوه. بسم الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اول حاجه زي ما احنا اتفقنا ان احنا هندور على فايل، اي حاجه. اهم حاجه يكون موجود داخل الملفات بس عشان نوقفه، ونبتدي بقى نحط التاتشات بتاعنا ونرجع في الجهاز زي ما شرحنا الثغره بالملي وبالتكه. يعني احنا مش هنزود على شرحنا حاجه. ثانيه واحده بس نشغل البيرب سويت ونوقفها. ديكودر فين البروكسي؟ ندوس على البروكسي عشان نوقف الطلب. ماشي اوكي. اوبن ايميج نيو لينك. تمام، هي فين؟ تمام، يلا على الريبيتر. هنبتدي نحن اول حاجه هنجرب الطريقه بتاعتنا الاولى اللي هي هنحط البايوت بدون اي حاجه. تمام. سوري. في شخص سألني لو احنا زودنا دي عن اكتر من اللازم هل هيحصل اي حاجه؟ لا، هقول لك ما فرقتش خالص، عادي. لو هو مصاب بالثغره مش هيتاثر يعني، فاهمني؟ فانت تزود من دي كتير، اللي هي قصدي دي على دي، زود من دول كتير يعني. كده كده هو لغايه ما يرجع اللي هو مكان اصلا، هو مش هيرجع في حته اكتر من الزيس بي سي يعني، فاهمني؟ هو برضك هيفضل ثابت فيه. فتعال نجرب نبعت كده. باد ريكوست يبقى مش شغاله. تمام، تعالوا نجرب. تعالى كده برضك. زي ما قلت لك اللي انت تجرب الانترودر، لان الانترودر عموما بيبقى فيها الانترودر اللي هنا بصراحه فايلات كتيره جدا. سوري يا شباب، انا اسف، عندي بس الايام دي تعبان شويه، بس انا اسف. برضك الطريقه التانية ما جاتش، فتعالوا نجرب حاجه تانية. احنا قلنا نجرب مثلا اي تي سي باسورد على طول من غير دول، بتشتغل ساعات. برضك ما جاتش. يبقى هنا احنا تقريبا الفكره الجديده اللي احنا برضك شرحناها في فيديو الشرح، وشرحناها في الفيديو التقني اللي احنا نزلناه موجود على، وكده كده هسيب لك الفيديو في اخر هسيب لك الفيديو اللي هو بتاع الشرح ده في اخر الفيديو يعني، عموما عشان لو انت حابب تراجع عليه او مره تانية. تعالوا بقى نبتدي. ايه هي الفكره بتاعتنا؟ اللي احنا نشفر ونبعت. تعالى بقى نتوكل على الله كده ونشفر. هنشفر يو ار ال انكودد. اوكي تمام كده، خدنا كوبي. اوكي، فين كوبي 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 كوبي؟ فين الديكودر؟ ماشي يلا بينا. اوكي، كنترول في. تمام، هو اصلا كده شغال على اليو ار ال على طول، فتعالى ناخده كوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنترول سي. هنروح على الريبيتر، نمسح ده. اوكي، نمسح. بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله. لسه ما جاتش. خلاص تعالى نشفر مره تانية. يعني ايه نشفر مره تانية؟ يعني هنا شايف ده هنشفره بقى مره تانية. او تعالى اقول لك على حاجه، تعالى نزود هنا برضك عشان نبقى عاملين حسابنا على كل حاجه، كل الاشياء الموجوده. تعالى بقى نقوم مشفرين مره كمان، واخد بالك؟ شفر كده، اديها مره كمان. يلا بينا. تعالى دوت كنترول اون، كنترول سي. بسم الله الرحمن الرحيم. امسح. يلا بينا. كنترول في. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل معانا واللاب اتحل. يعني فكرة سهلة جدا، ما تعبناش خالص فيها بصراحة يعني، واللاب الحمد لله اتحل معانا. طبق. طبق الفكرة دي. وبصراحة انا الثغرة دي عموما اعتقد ان هي من تشفيرة واحدة هتيجي معاك، بس لو ما نفعتش تشفيرة واحدة مفيش مشكلة، انت تشفر مرتين يعني، فماشية معاك الدنيا. اهم حاجة ان انت تحل اللاب ده بعد ما تحل دي. يعني اهم حاجة ان انت تحله، يعني ما تعتمدش على حل انا بس يعني، فاهمني؟ ده شغلك في الاخر، فانت لازم تكون عامله على اتمم وجه. بالتوفيق يا شباب، ربنا يوفقكم يا رب. هاي هاكرز، عاملين ايه يا شباب؟